في فيديو النهارده هنتكلم عن اهم النصايح اللي هتساعدكم جدا في بدايه الدراسه، سواء انت طالب ابتدائي اعدادي ثانوي او حتى طالب جامعه. هنتكلم عن كل النصايح اللي هتساعد كل الطلاب وهتفرق معاهم. كمان انا عارفه ان انتوا في ناس كتير جدا منكم ما كانتش درجاتهم احسن حاجه السنه اللي فاتت، عايزين نعوض السنه دي، عايزين نبدا بدايه جد. فهقولك على الحاجات اللي هتساعدك وهتفرق معاك من اول يوم. لو بداتها صح صدقني هتنهيها صح. فعايزين نركز في كل نصيحه نتكلم عنها في فيديو النهارده، كل خطوه كل حاجه. انا هقولكوا على حاجات بسيطه جدا وصدقوني هتفرق معاكم. فلو انت مهتم كمل معايا الفيديو للاخر، وتاكد ان انت مشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه، لان انا مجهزه لكم فيديوهات حلوه قوي هتساعدكم جدا في كل المراحل وكل المواد، واقول لكم على خطوات حلوه قوي تمشوا بيها طول السنه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول نصيحه هنتكلم فيها النهارده، وعايزه اقول لك ان انت لو مش عامل اول نصيحه دي صدقني كل اللي جاي ملوش لازمه، وهي تنظيم الوقت. لو انت لسه لحد دلوقتي ما بتعرفش تنظم وقتك ويومك كله بيكون عشوائي، ما بتبقاش عارف امتى وقت النوم، امتى وقت المذاكره، امتى وقت البريك والراحه، مش عارف ازاي تنظم وقتك، فصدقني انت لازم تاخد وقفه كده جد مع نفسك وتبدا دلوقتي في تنظيم الوقت. عايزاكم تشوفوا اكتر وقت انتوا تكونوا مركزين فيه وتكونوا فعلا دماغكم مستعده ان هي تستقبل معلومات جديده. هنخلي ده الوقت اللي هيكون للمذاكره بتاعتنا، وان احنا هنقعد نذاكر فيه ونحل واجباتنا ونخلص كل الحاجات اللي ورانا. في ناس بتحب ان هي تكون تذاكر بعد ما تيجي من المدرسه، وبتحس بقى ان هي بعد ما تيجي من المدرسه بتنام ساعتين كده تفصل فيهم وتقوم وتسهر بالليل بقى تخلص واجباتها وحاجاتها. وفي ناس بتحب تذاكر الصبح بدري وتصحى من الفجر تخلص حاجتها قبل ما تنزل تروح المدرسه. وفي ناس بتحب تذاكر في نص اليوم. فانا عايزاكم تشوفوا انتوا اي نوع من الطلاب بتحبوا تذاكروا امتى بالظبط. بتحبوا تذاكروا قبل المدرسه ولا بعد المدرسه ولا قبل النوم ولا امتى بالظبط؟ لو نظمت يومك ووقتك من اول يوم صدقني بجد ده هيفرق معاك جدا. تحدد وقت المذاكره وقت النوم، وتشوف انت هتنام من الساعه كام للساعه كام بالظبط، علشان لما تصحى تكون هتعمل كذا وكذا وكذا، وتبقى مظبط روتين يومك بالكامل من اول يوم. صدقني انت لو بدأت بداية صح هتنهيها صح. فعايزين من الاول كده نكون مركزين في تنظيم الوقت كويس جدا. تاني نصيحة معانا النهاردة، طبعا انت طالع من الاجازة وطالع بقى من السهر، وان احنا بنسهر نتفرج على المسلسلات وما بننامش كويس ومواعيد نومنا ملخبطة، فلازم لازم لازم تبدأ تظبط مواعيد نومك. طبعا احنا داخلين على دروس على مدارس على حاجات كتير قوي، فبنحتاجين ان احنا نكون صاحيين بدري مركزين، يكون عندنا كده نشاط وفعلا صاحيين مستعدين. فمش عايزين بقى اي كسل، والناس اللي بتسهر وبتطبق والكلام ده كله لازم تظبط نومك. ولازم من دلوقتي خلاص، حتى لو انت هتبدأ لسه دروس بعد اسبوع ولا حاجه، برضو ابدأ من دلوقتي ظبط مواعيد نومك عشان ما تتعبش بعد كده. ثالث نصيحه، عايزاك تخلي ليك ركن مخصص للمذاكره. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين كده يبقى لينا مكان معين في البيت، ده مكان المذاكره، بيكون فيه كتبي ادواتي اقلامي وكل الحاجات اللي انا بحتاجها للمذاكره تكون جنبي. بلاش ان انا اقعد اذاكر على السرير او اقعد اذاكر في الاوضه اللي انا بنام فيها. يعني حاولوا على قد ما تقدروا يبقى ليكوا كده جزء مخصص تذاكروا فيه، تكون اضاءته فيه كويسه، وتكونوا فعلا مفيش دوشه جنبكم، مركزين ومهيئين ليكوا الجو بكل الطرق. فنبعد بقى عن اي حاجه تشتتنا، التلفزيونات والكلام ده كله. لا احنا عايزين مكان كده هادي، حتى لو ركن صغير كده على ترابيزه صغيره نقعد نذاكر عليها مفيش مشكله. النصيحة الرابعة، وهي عايزاكم بقى ان انتوا تجهزوا كل الادوات بتاعتكم. ممكن نعمل فرز الادوات اللي كانت معانا السنة اللي فاتت علشان نحدد بالظبط ايه الحاجات اللي ناقصانا والحاجات اللي احنا محتاجينها عشان ننزل نجيبها. طبعا انا عارفة ان مشتريات الدراسة دي بتكون من اكتر الحاجات اللي انتوا بتحبوها، عشان الالوان بقى والهايلايتر والستيكي نوتس والكتب الجديدة، وبتبقوا متحمسين جدا تشوفوا الحاجات بتاعة السنة الجديدة اللي هندرسها وكده. فانا عايزاكم تقعدوا بقى وتفرزوا كده الحاجات بتاعتكم عشان ما تشتروش حاجات كتير انتوا مش محتاجينها. ممكن نقعد ندور في ادواتنا القديمة، ممكن نلاقي حاجات جديدة احنا لسه ما كناش اصلا استخدمناها، وكشاكيل ومساطر وحاجات من دي. فبلاش تجيبوا حاجات كتير ملهاش لازمه وتضيعوا فلوسكم على الفاضي. نشوف كده الحاجات اللي احنا محتاجينها ونكتبها كده في ورقه عشان لما ننزل المكتبه نروح نجيبها كلها وما يكونش في حاجه ننساها. النصيحة اللي بعد كده، عايزاكم تعملوا جدول للدروس بتاعتكم والمواعيد الثابتة اللي هتكون معاكم طول الأسبوع. عندنا درس العربي يوم السبت والتلات، نكتب كده ونعمل جدول ونلزقه قدامنا على المكتب أو في أوضتنا أو في المكان اللي احنا بنذاكر فيه، عشان نبقى كده احنا عارفين مواعيد دروسنا. وشوف أنا اليوم بتاعي هيكون أنا مشغولة فيه الساعة 3 عندي درس، الساعة 4 عندي درس، وهكذا، عشان أبدأ إن أنا أحدد الأوقات اللي أنا مش هيكون عندي فيها دروس أذاكر إمتى. يا إما هذاكر قبل الدرس يا إما هذاكر بعد الدرس. فالجداول دي هتكون مهمة جدا، هتساعدكم طول السنة عشان ما تتلخبطوش. والناس اللي بتتلخبط في مواعيد الدروس والحاجات دي ظبطوا المواعيد بتاعتكم.
خليني اقول لكم ان من النصايح المهمه برضو اللي هتكلم معاكم فيها وهي التراكمات. بلاش بجد ان احنا نراكم حاجه على حاجه على حاجه. هتيجوا بعد شهرين هتلاقوا نفسكم عندكم منهج كبير جدا انتوا راكمتوه، مش عارفين تذاكروا قديم ولا جديد، وهنيجي في نفس المشكله اللي بنقع فيها كل سنه. فعشان كده احنا عايزين نبدا من الاول بدايه صح، ونتعلم من اخطائنا اللي احنا غلطناها السنه اللي فاتت. الطلاب اللي كانوا بيجوا يبعتوا لي يقولوا لي احنا عندنا تراكمات كتير مش عارفين نعمل ايه، نلم القديم ولا الجديد، وبجد كنتوا بتبقوا في ضغط كبير قوي قوي. انا حاسه بيكم عشان انا اكيد كنت زيكم في وقت من الاوقات. فعلشان كده نبدا كده من الاول، ما نراكمش حاجه علينا. طيب ازاي ما نراكمش حاجه علينا واحنا عندنا مواد كتير ودروس كتير؟ نعمل ايه بالظبط؟ خليني اقول لكم على الطريقه اللي انا كنت بعملها في اولى وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي في اولها، بس ما كملتهاش للاسف. ودي من اكتر الحاجات اللي وقعتني، خلتني ان انا عندي تراكمات في كذا ماده وما كنتش عارفه اعمل فيهم ايه طول السنه، وبجد كنت بفضل مضغوطه جدا جدا. فعشان كده انا بقول لكم تعملوها من البدايه، وهي ان انا كنت بخصص لنفسي يوم في الاسبوع ما بيكونش عندي فيه دروس ولا بنزل من البيت خالص، واليوم ده انا كنت بذاكر فيه كل الحاجات اللي انا اخدتها في الدروس طول الاسبوع. اخدت درس جديد في الكيمياء اذاكره، اخدت درس جديد في الانجليزي اذاكره، اي حاجه جديده انا اخدتها كنت براجع عليها في اليوم ده. وطبعا انا كده كده بكون مذاكراها طول الاسبوع واخدتها في الدرس وحليت عليها واجب وكذا وامتحنت عليها، ولكن اليوم ده انا بس مجرد ان انا براجع على الحاجات اللي انا اخدتها عشان ما انساهاش. كل اسبوع بعمل كده، وابدا ان انا اراجع على الحاجات اللي انا اخدتها عشان ما انساهاش، وببدا ان انا كل شويه اعمل لنفسي امتحانات احلها، او براجع او بسمع فيديو مراجعه، اي حاجه تخليني افتكر اللي انا بذاكره القديم ده عشان ما انساش كل اللي انا بذاكره، واجي بعد شهرين 3 اقول انا مش عارفه اعمل ايه، ابدا منين ولا اروح فين ولا اجي منين. النصيحه اللي بعد كده عايزه اقول لكم ان في ناس كتير قوي بتبقى بادئه السنه بحماس مش طبيعي، وبتبقى بادئه بقى وبتبقى تقول انا هذاكر في اليوم 12 ساعه وهقعد اذاكر وهعمل ومش عارفه ايه، عارفين اللي هو الحماس البدايات ده، وبعد كده في الاخر بتلاقي القطعه كلها خلصت. وطبعا احنا في الاول بنبقى لسه بادئين واحده واحده، حتى المدرسين بيكونوا بادئين معاكم على هادي خالص، مش بيطولوا لكم في الدروس، مش بيضغطوكم من اول اسبوع ده كده، بيسيبوكوا عشان عارفين ان انتوا لسه طالعين من اجازه، مخكم اخد على الراحه لسه، فعايزين نستقبل المعلومات واحده واحده. فبلاش يا جماعه الحماس ده ياخدكم وتبداوا من الاول تضغطوا نفسكم، لان احنا هنيجي نضغط في الاخر علشان الامتحانات والمراجعات والكلام ده كله. فاحنا ما نضغطش نفسنا من الاول، نذاكر بالمعقول. اهم حاجه ما نراكمش، نخلصه في الدرس نروح نذاكره ونحل عليه الواجب كده تمام، مش عايزين اكتر من كده. ما تقعدوش بقى تضغطوا نفسكم في الاول كده وتشدوا جامد قوي قوي عشان ما تجوش في الاخر تلاقوا طاقتكم مش موجوده اصلا. النصيحه دي بقى مهمه بجد لكل الطلاب اللي ما بيكونوش عارفين ينظموا الوقت بتاعهم صح وهم بيذاكروا. يعني مثلا انا مش عارفه اذاكر العربي ولا اذاكر الانجليزي الاول ولا اذاكر الفيزياء الاول ولا اعمل ايه بالظبط. هقول لكم تعملوا ايه. عايزين نعمل التودو ليست. لو انتم مش عارفين التودو ليست هسيب لكم لينك فيديو في اول كومنت، هتلاقيني انا كنت شرح لكم بالظبط ازاي تعملوا تودو ليست وتكتبوا فيها المهام اليوميه بتاعتكم بالظبط وتنظموا كده كل حاجه. فاتاكدوا ان انتم تشوفوا الفيديو ده لو انتم لسه مش شايفينه. دي اول حاجه. تاني حاجه عايزه اقول لكم ان التودو ليست دي هتساعدكم جدا لو انتم مش عارفين تنظموا وقت المذاكره صح. ممكن تذاكر بنظام البومودورو، ان انت تذاكر 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق راحه اللي انت حابه، ولكن ايا كان اللي انت هتمشي بيه في المذاكره لازم تكون عامل خطه للمذاكره بتاعتك. هتكتب المهام اليوميه بتاعتك كده كل يوم قبل ما تنام، يا اما اول ما تصحى من النوم تكتب كده النهارده انا عايزه اذاكر دراسات، عايزه اذاكر عربي وانجليزي، وقدام كل حاجه تكتب قدامها الوقت اللي انت هتحتاجه في المذاكره بتاعتها. لان ما ينفعش نسيب كده كل حاجه عشوائيه، مش عارفين هنذاكر النهارده ونصحى كده نجيب الكتب اي كتاب يجي قدامي اذاكره. لا، لازم اكون انا عامل لنفسي خطه علشان اقدر ان انا امشي عليها طول السنه. فكل يوم لازم تكون عامل التودو ليست اليوميه بتاعتك. صدقوني بجد في طلاب كتير جدا مشيوا عليها وقالوا لي بجد ان هي ساعدتهم وفرقت معاهم، لان هم ما كانوش بيبقوا عارفين ينظموا وقتهم صح. وفي النهايه انا عايزه اوجه كلامي للطلاب اللي ما كانوش جايبين درجات احسن حاجه السنه اللي فاتت ومحبطين جدا جدا وخايفين يبداوا السنه دي. خليني اقول لكم ان انتوا هتعملوا اللي عليكم، النتيجه بتاعت ربنا. عايزين نبدا كده بدايه جد ونشجع بعض، وما تقلقوش انا هفضل معاكم طول السنه زي السنه اللي فاتت واللي قبلها، وكنت بنزل لكم فيديوهات كتير، وان شاء الله ناويه ان انا ابدا معاكم سلسله فيديوهات جديده وهجهز لكم افكار فيديوهات حلوه قوي. عايزاكم تشجعوني في التعليقات كده وتكتبوا لي كومنتات حلوه، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتوا لسه اصلا اول مره تشوفوا القناه علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجايه باذن الله تعجبكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.